السلام عليكم خوتي لي ديزاد يوتيوبر. هاد لا فيديو نديرها خفيف ظريف نرد فيها على الاخ عمر اديب. نقول له بلي هاد خاطش هذا وين شفت لا فيديو تاعو راهو يترجى في بوتفليقه باش يحمي المصريين اللي راهم في الجزائر. نفكرك من اسبوع انت واحد كنت تقول اللهم نكد على الجزائريين، كنت تدعي الحرب الاعلاميه انتم من اخترعها. اليوم ما انتم ما تحصدون الا ما زرعتم. اليوم واش زرعتوا راكو تحصدوا فيه. اقسم بالله المجازر التي سوف تحدث في السودان انتم الذي سيتكبد الخسائر هذه، وحتكتب على ظهوركم، لأنه المصريين لسه لحد دلوقتي بيكذبونا على حتى الأموات اللي توفوا 8 جزائريين. احنا عندنا حتى الصور بتاع الأموات دول. ما فيش حد حيكذب على أموات. هذه ما تدخلش في العقل، مش حتدخل العقل انه انسان يقول لك في اموات وما نكذبش في امور زي دي. اقسم بالله انتم من وصلنا لهذه الامور، انتم اللي وصلتوا روحكم. وحتشوفوا الجزائريين اللي راح يروحوا السودان مش الجزائريين اللي راحوا مصر. الجزائريين اللي راحوا مصر دول ناس عقال، دول دكاترة أكثرهم مش من الطبقة الراقية. دلوقتي مع وصول التذكرة إلى 5000 دينار جزائري اللي راح يروح للسودان، دول ما يعني خاوتي الجزائريين ما يديوهاش من عندي النقطة. راح يروحوا ثالث المجتمع، اللي ما يشتغلش، اللي ما تبكيش عليه يمه، اللي امه مش حتبكي عليه، مش حتعيط عليه، حيروح يتفرج. وقال لك مش عايزين كأس العالم، عايزين نرجع حق اخوتنا اللي توفوا في مصر. وحتشوفوا. عمر أديب I'm sending you this message. I'm sending you this message. أنا نبعث لك هذه الرسالة ليك أنت من سيتحمل هاد والصرا لخوتنا الجزائريين. والحرب اللي وقعت دفعتني إني نقول أنا ما نحبش نشم ريحة مصري، ما نزيدش نسمع بالمصاروة كاع. مصر نحيتها من الخارطة تاع دماغي، ما كاش مصر. هاك نجحت، انت نجحت في انك تكره انسان جزائري كرهته في 80 مليون مصري، فيهم امام، فيهم استاذ، فيهم دكتور، فيهم صحفي. كرهتني فيهم كاع، وربي شاهد باللي انا بك انت كرهتهم كاع. معليش راك نجحت. الناس راح يقولوا بلي انا مهبول، انا مقود. معليش ما يهمنيش. وش درتوه راح وش زرعتوه راح تحصدوا. راح تحصدوا. راني نسمع دوكا وكنت تسمعوا في لا فيديو. رضا سيتي ساز يبكي باش تبكي راجل يحب لك، عشان تبكي راجل. وقولوا دي اوانطه وده كلام شوارع وكلام. ما سمعتم به وقع في الجزائر اليوم ما هو إلا مقدمة لنهاية العلاقة الجزائرية المصرية. مش عايزين علاقات دبلوماسية. ضربت الفريق الوطني وكنا نتستر على العلاقات الدبلوماسية. قلنا دول اخواتنا ودول اشقة وبيناتنا تاريخ. اليوم اثبتتم لنا انه ما فيش اخوة، ما فيش تاريخ، في حرب قايمة. واحنا ان شاء الله حنكون قد الحرب. وانا ما بحرض اي حد، انا مش بحرض الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اصلا دخل الامر دماغه. مش حي مش حينقص منها حاجه. سلام عليكم.